وسهر، يعني تصميم وإرادة. المهم النهارده هذه اللحظة إن نرجع الفضل أولا لله سبحانه وتعالى، بفضل الله إنه وصلتم لهذه المرحلة، ثم الفضل للأب والأم أو الأم والأب اللي هم فعلا كانوا السبب انهم يسروا لكم الجو والوقت الام يبقى فخور بوطنه، وتعرف يعني ايه كلمه وطن، تعرف الوطن هو هويتك، يبقى فخور ان انت مصري وبتشتغل وبتذاكر وبتتعب عشان يبقى لك دور في بناء هذا المجتمع، يبقى فخور باللي رفع علم بلدك فوق. ربنا سبحانه وتعالى حمى مصر، حمى مصر. لما تبصوا في المنطقة اللي احنا فيها آلاف من الشباب زيكم يمكن ما قدرش يدخل ولا يكمل نظرا للظروف الحروب اللي هم عاشوا فيها. ومش كده وبس، ده بقى لاجئ خرج بره بلده لأنها بلده بتتأسف قدام عينه، لكن ربنا سبحانه وتعالى حمى مصر لأبناء مصر بجيش مصر، أبناء مصر بالشرطة اللي هم أيضا بيحموا مصر من الإرهاب. أنا عايزكم تبقوا فخورين بوطنكم، كلمة الفخر بالوطن وإن وطنك يبقى في قلبك بالظبط، لأن الوطن أغلى حاجة في الدنيا. عايزك دايما دايما وانت بتاخد اي خطوه يبقى ربنا معاك، وانت مع ربنا دايما بتقول له يا رب ساعدني، حافظ على دينك وافهم دينك، افهم دينك دين السماحه. لنا ازهر وعندنا ناس تستطيع الفتوى. خدوا بالكم يا اولاد، انتوا رايحين الجامعه كبيره، والجامعة تتخرج فيها إن شاء الله زي ما تفوقت في الثانوية العامة، تتفوق وتعرف إن أنت ممكن تكون اللبنة الأولى لعالم يخدم بلده. مفيش بلد تقدمت إلا بعلمائها، وما أرقى العلماء بتلاقيهم في الجامعات، لأن هم طول عمرهم متفوقين. وبالتالي لازم وأنت بتتعامل مع أستاذك تعرف انه قدره، ان ده ليه قدر كبير جدا استاذ الجامعه، فلازم تعرف ان اللي قلبهم جنون السماحه والحب، وان ازاي تتعامل مع زميلك، وازاي تتعامل مع استاذك، وازاي تتعامل مع اهلك، كل ده في ديننا الحبيب. انا مش عايز اطول عليكم، ولكن هي رساله بقولها لكم من قلبي. انتوا بتبتدوا مرحله جديده، مرحله عايزه جهد، عايزه ان انت فعلا محدش يقدر يغير مسارك. خليك دايما عارف